شوف هسه هاي هنا ضايف، ضايف بس ايدي. اي ايدي اثنيناتن باي. شوف هنا لا ضايف اس. جو الشرطة بس لا جو على السلاح. بابا على كيفك، اليوم جانا الشرطة للمدرسة وبلغونا. الدولة اليوم ارتأت أنه يكون تنظيم لآلية تواجد السلاح ضمن المنازل، فأطلقنا حملة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة. يعني احنا اليوم مو راح ناخذ سلاحك هسه اذا واحد عندهم سلاح بالبيت. هاي الرسالة لكم حتى توصلونها إلمن؟ لآبائكم وأهلكم وأقاربكم. اليوم إذا أكو سلاح عندكم بالبيت، السلاح طبعا الخفيف اللي هو المسدس والبندقية. فطومة الشرطة بلغوكم؟ اي بابا. لا تخلي اروح المركز استفسر. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل استريح. حبيت استفسر عن آلية تسجيل السلاح. حاليا انطلقت الاستمارة الإلكترونية على موقع بوابة أور. من خلال هذه النافذة يمكن أي مواطن التقديم على الاستمارة وإدخال بياناته الشخصية ورقم السلاح. فيما بعدها سيتم إشعار المواطن من خلال رسالة نصية بإكمال إجراءات التسجيل. فيما بعدها ستنتقل اللجنة المشكلة بالمحافظة إلى دور المواطنين لغرض فحص السلاح والتأكد من البيانات الشخصية لغرض إكمال إجراءات التسجيل. نهيب بالمواطن الكريم المساهمة في إنجاح هذه المبادرة قبل انتهاء مدة التسجيل لعدم تعرضه للمساءلة القانونية.